ان انت تعملي سيل في البيزنس بتاعك دوت ممكن يكون من اوحش واخطر الغلطات اللي بتعمليها وانت مش واخده بالك. بشوف كتير جدا كلاينتس عندي بيغلطوا غلطه ان هم على طول بيعملوا سيل او مش بيعملوا سيل بشكل صح، فدوت بيأثر على القيمه بتاعه المنتج، في الطريقه اللي الكاستمر بتاعك بيبص على المنتج بتاعك. اتكلم معاكي النهارده ازاي تعملي سيل صح، وايه الغلطات اللي انت بتعمليها لما بتعملي سيل فبتخلي ان انت بتخسري مش بتكسبي. هاي، انا اسمي ساره القاهري وانا بساعد البيزنس اونرز ان انت تكبري الانستجرام اكونت بتاعك وتزودي المبيعات بتاعتك من خلال الماركتنج ومن خلال ان انت تظبطي الاوبريشنز بتاعتك في البيزنس بتاعك. لو انت حاسه ان انت عايزه تتعلمي من الاخطاء بتاعه الناس التانية اللي بيعملوها، كمان عندي بودكاست بستضيف فيها بيزنس اونرز بيتكلموا على البيزنس بتاعهم، ايه الغلطات اللي بيعملوها والحاجات اللي هم كمان بيحتاجوا ان هم يحسنوا منها قدام. فاسمعي البودكاست بتاعتي، هسيب لك اللينك بتاعها في الديسكربشن تحت تنزلي تسمعيها. في انواع كتيره جدا للكلمه بتاعه سيل احنا بنعملها، وكلمه سيل عامه مش معناها بس ان انت بتعملي تخفيض. في طرق مختلفه بنقدر ان احنا نعمل بيها تخفيضات ونقدر ان احنا نقلل من سعر المنتج بتاعنا بشكل مختلف. تعالي بقى نبص على الانواع المختلفه. اول نوع عندنا بيكون ان انت داخله خلاص بتعملي تخفيض، فانا المنتج كان سعره $100 انا ببيعه دلوقتي ب $90، المنتج كان سعره $50 انا ببيعه دلوقتي ب $20 وهكذا. فانا بقول للعميل بتاعي تعالى خد المنتج دلوقتي عشان هو سعره قل. لما بعمل تخفيض بالشكل دوت اللي بيحصل حاجتين. اول حاجه ان انا بجذب العميل اللي مش شايف قيمه في المنتج بتاعي، فهو لو مثلا انا كان حاجه ببيعها ب $100 وانا بعتها دلوقتي ب 70، فانا بجذب الشخص اللي هو شايف ان قيمه المنتج دي $70. والحد التاني اللي انا بجذبه الشخص اللي مش معاه فلوس في ان هو يشتري الحاجه بتاعتي. فنوع السيل دوت لما بتعمليه بتكوني انت مش مستهدفه اصلا الشخص اللي في العادي بيشتري منك، بتكوني مستهدفه الشخص اللي مش بيشتري منك. في نوع تاني من السيل وهو ان انت مثلا بتقولي هتشتري واحد من المنتجات وهتاخد عليه واحد تاني هديه، او هتشتري 2 وهتاخد التالت هديه، اللي هو باي 1 جيت 2 فري، جت باي 2 جت 3 فري، كل الكلام ده. في العادي بتلاقي ان انت في براندز بتعمل كده، وده برضو يعتبر تخفيض عشان انت بتحملي سعر المنتج الثالث او سعر المنتج الثاني على المنتج الاولاني اللي انت بايعاه. في العادي لما براند بتعمل كده بتعملها هو اصلا سعر المنتج الواحد ايكوالز لسعر منتجين مش اكتر. لما بنيجي نعمل كده دوت برضو بيحسس الكاستمر بتاعك ايه، انا بشتري عشان اخد التخفيض مش عشان في قيمه في الحاجه بتاعتي، فايم نوت برضو اتراكتنج الفئه المستهدفه بتاعتي. طيب في برضو نوع ثالث من التخفيضات بيكون معمول اللي هو معمول تخفيض على حاجات معينه اللي هي الكليرنس، اللي هي الحاجات اللي مش بتتباع كويس انا عايزه اخلص منها وخلاص، فده كده نوع تخفيض ثالث. في نوع تخفيض رابع ان انا اكون عامل بندل مع بعض، فان انا مثلا هنشتري الخمس حاجات ديت لوحدها تبقى كل واحده سعرها $500، بس لما اجي ابص عليهم مع بعض مثلا في بندل جوه بوكس مع بعض بيكون سعرهم مثلا كل واحده مثلا $50 as an example. فده برضو نوع من انواع التخفيضات وهكذا. النوع بتاع البندلنج دوت مش مؤذي بشكل قوي قوي للبيزنس بتاعك. طيب ليه بقى ساعات بتبقى السيلز عندك مؤذيه للصفحه بتاعتك والبيزنس بتاعك، وازاي تقدري انت تتفادي حاجه زي كده؟ هحكي لك على حدوته. كان عندي كلاينت جاي بيتكلم معايا، عنده تشينز كتيره جدا 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 لمحلات كبيره جدا جدا جدا، وهم كانوا من اكبر الفاست فاشن براندز في الريجن بتاعتنا، وكان عندهم مشكله ان هم السيلز بتاعتهم مش ماشيه كويس. لما حصل كده لما بنبص على البراند لقيت ان هم الاستراتيجيه بتاعه البيع بتاعتهم ان هم السنه كلها عاملين 70% ديسكاونت. فطبعا اول ما يعملوا خلوها 60% الناس ما تشتريش. وهم كان عندهم غلطه في التسعيره بتاعتهم، ان هم لما بيجوا يعملوا تخفيضات هم كانوا بيشيلوا من سعر المنتج نفسه. انت لما بتيجي عامه تعملي اي تخفيض عندك على الصفحه انت مش بتشيلي من السعر بتاع المنتج نفسه، انت المفروض انت دوت بتحمليه على سعر التسويق. يعني مثلا انا المفروض ان انا 30% من سعر المنتج دوت بتتحط في التسويق، فانا بشيل ال 30% ديت واقول لهم ان انا عامله تخفيضات وهكذا. دي برضو بتبقى مشكله ان انت اصلا لما تيجي تعملي التخفيض بتشيلي من سعر الربح بتاعك مش من التسويق اللي انت محملاه على المنتج بتاعك، فده بيكون مشكله. ناس كتيره جدا بيكون عندها مشكله في الحته بتاعه التسعيره، وانا دلوقتي بعمل لك كورس بتاع برايسنج، تقدري انت تخشي في اللينك اللي موجود تحت وتعملي سبسكرايب، واول ما الكورس ينزل تكوني انت اول حد يجيلك نوتيفيكيشن عليه، فهتلاقيه موجود تحت عندي في الديسكربشن. فانت دي بتكون اول غلطه، ان انت بتعملي
التسعيره بتاعتك غلط، فلما بتيجي تعملي الديسكاونت بتخسري في المنتج مش بتكسبي اصلا. فانا الهامش بتاع الربح بتاعي دوت مش بيتاثر whether or not انا عامله تخفيض ولا مش عامله تخفيض. دي حاجه لازم تكوني واخده بالك منها. الحاجه الثانيه اللي تكوني واخده بالك منها ايه؟ ان انت لما بتيجي تعملي تخفيض، في براندز كتير جدا بتغلط، ودي بشوفها غلطه فيري كومن عند كلاينتس كتير جدا عندي حول العالم، ان انت تعملي ديسكاونت بشكل تقيل جدا 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 مش بمناسبه معينه، فده بيؤدي ان الناس خلاص بتبقى شايفه دي بتضحك علينا، ده على طول الحاجات بتاعتها عليها سيل، ده على طول مش عارف ايه، فبيخلي ان انت الحاجه بتاعتك على طول مش موجوده، على طول الناس فاكره ان اصلا سعر المنتج $70 وهو ب100 وانت اللي منزلاه عشان تبيعي وخلاص، فالناس بتبتدي ان هي بتقلل من قيمه المنتج بتاعك. الغلطه الثانيه ان انت يو ستارت اتراكتنج العميل الغلط في المنتج بتاعك والبراند بتاعتك لما بتقعدي تعملي تخفيضات طول الوقت. فلما تبقي عايزه عميل بيحترم الحاجه بتاعتك، بيتكلم عليها بشكل كويس، بيشتري المنتج بتاعك مش عشان هو ارخص حاجه او عشان انت كنتي عامله سيل فقال لك فرصه يلا نلحقه، لا هو بيشتري منتج عشان هو حابب الحاجه ديت مش علشان بس يلا فرصه. فبيبتدي ان هو لما يكون بيشتريها عشان هو بيحبها، بيتكلم على البراند بتاعتك كويس، بيكون براند ادفوكيت، بيتفاعل معاكي على طول، بيبقى داخل في سايكل شراء 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 على طول معاكي، بدل ما انت على طول كل شويه محتاجه تجيبي ناس من بره وهكذا. وانا سايد نوت، انا اكيد انت سامع شويه صوت دغوشه بسيطه من الجاكيت اللي انا لابساه، بس انا بصراحه هو شيك شويه فانا كنت عايزه البسه، فهنستحمل مع بعض شويه لغوشه عشان الشيك. موفينج اون. دلوقتي تعالي بقى نبص مع بعض على ايه هي الاستراتيجيه بتاعه السيلز اللي صح لينا. ازاي تعملي سيل ما بيأثرش على البيزنس بتاعك بشكل وحش او شكل سيء يخليكي ان انت تخسري او يقلل من قيمه المنتج بتاعك. اول حاجه عايزاكي ان انت تعمليها ان انت تبصي على البيج بتاعتك، هل انا اصلا ينفع اعمل سيل ولا لا؟ لو انت المنتجات بتاعتك تعتبر لوكسجري والحاجات بتاعتك سعرها اعلى من سعر السوق، انت ما ينفعش تعملي سيل، ده بيأثر على البراند بتاعتك بشكل نيجاتيف جدا، فمش بنعمل سيل. الحاجه الثانيه، لما بتيجي تعملي سيل وخلاص انت حاجات بتاعتك سعرها عادي، مكانك عادي، مفيش اي مشكله، لما باجي بعمل سيل بعمله بسبب مناسبه معينه، مش عشان بس انا بعمل سيل لله وللوطن. خدي بالك من حاجه زي كده. ثالث حاجه، لما بتيجي تعملي سيل مش كل البراندز بينفع معاها كل حاجه. انا عندي براند كلاينت عندي كان في الاول عملنا 50% خصم، ولقينا ان هي السيل دوت ما عملش كويس، وبعد كده رحنا عملنا باي 2 جت 1 فري، بقت الناس بتشتري رز رز رز، عمالين يشتروا يشتروا يشتروا. ازاي او ليه حصل كده؟ كل براند بيبقى الكاستمر بتاعك جوه مخه شايفها بشكل معين، فانت مش كل انواع السيلز هتلاقيها بتمشي معاكي، وانت بتبقي عايزه الهدف من ان انا بعمل سيل ده طريقه من طرق التسويق، فانا لما باجي بعمل سيل عندي ببقى عايزه ان انا ابيع كتير 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 كتير. فلما تيجي تعملي اي نوع من انواع السيل، اول حاجه بجرب اشوف هل نوع السيل دوت ماشي معايا كويس ولا لا. لو هتعملي عليه اعلانات استني شوفي هل انا في الصفحه عندي بيبيع كويس ولا لا، وهنجرب نوعين من انواع التخفيضات واشوف انهي واحد جايب لي مبيعات كويس الاول عندي على الصفحه، وبعد كده لو عايزه تعملي اعلانات انطلقي. بس ما تبتديش يلا انا هعمل ده واطير وبعدها تلاقي ان انت بتخسري اصلا مش بتكسبي كويس. لو حاسه ان انت متلخبطه ومش عارفه ايه هو احسن نوع سيل للصفحه بتاعتك، احجزي معايا ميني سيشن، هبص على البيج بتاعتك وهديكي البلان، اقول لك اعملي 1 2 و3 عشان نعمل سيل، او هقول لك ما تعمليش سيل ونعمل ايه انستد عشان تدي البيج بتاعتك زقه شويه. فممكن انت تحجزي الميني سيشن ديت من تحت عندي في اللينك اللي في البايو. اتمنى الفيديو يكون عجبك، قولي لي في الكومنتس تحت ايه هو نوع السيل اللي انت بتعمليه، واشوفك ان شاء الله في الفيديو الجاي.